أهلا وسهلا. في هذه الحلقة غادي نهضروا على الفرق ما بين إدارة المشاريع وإدارة العمليات. بزاف ديال الناس تيسحب لهم أنهم بحال بحال، ولكن راه الفرق كبير وكبير بزاف. قبل من هضرنا على إدارة المشاريع هضرنا بأنها تتنظم لنا المشاريع اللي عندهم بداية ونهاية، فعكس إدارة العمليات فإنها تهتم كل ما هو يومي، يعني الإنتاج اليومي للشركة. هادشي علاش ما عندوش بداية ونهاية، ولكن عنده استمرارية. عنده بداية، سمحوا لي، ولكن البداية ديالو تتكون هي نهاية المشروع. يعني ملي تنساليو واحد المشروع فاحنا تندوزو من مرحلة المشروع إلى مرحلة العمليات. تنعاود، المشروع تيكون عنده واحد النتيجة وحيدة، عكس عمليات فإنها تتخدم لنا بسلسلة ديال التكرار. يمكن عقدت لكم الأمور شوية، ولكن أجي نعطيو أمثلة باش تزيد تبسط لكم الأمور. مثلا انت خدام الصدور، جا عندك واحد الزبون قال لك غادي توجد لي واحد الطبلة اوناسي يكونوا فيها 4 الرجلين، يكونوا فيها الليغو ديالها، ما عليناش. قديتي له هاد الطبلة، قال لك دير لي عليها واحد التغييرات، قديتي له التغييرات، تفاهمتوا بان هذه هي الطبلة هو اللي بغاها. حد هنا البروجي ولا المشروع انتهى. من بعد نفس الزبون ولا زبائن واحد اخرين يقدروا يطلبوا منك ديك الطبلة بواحد الكمية كل اسبوع. هنا ما تتبقاش داخل في المشروع، هنا تدخل في العمليات، حيت عندك نفس الطبلة وتتبقى تعاود الانتاج ديالها باستمرارية. يعني تتركز على الانتاج، تتركز على الموارد. طبعا الموارد تختلف، الا كان عندك 100 طبلة مثلا هاد السيمانة غادي توجد، السيمانة الجاية غادي توجد 200، فهنا فرق كبير. هادشي غادي نشوفوه من نهضروا على الموارد، ولكن حنا هنا تنهضروا على الفرق ما بين العمليات والمشاريع. كما قلنا العمليات هما شي حاجة تتعاود، المشاريع تتوصلنا لواحد المنتوج ولا واحد الخدمة معينة وتنحبسو. واش اتضحت لكم الامور ولا نزيد نعطي امثله اخرى؟ نزيد نعطي مثال ديال المطبخ. المطبخ هو تيقوم بواحد الاشياء اليوميه، يعني تيقدم لنا خدمات. كمثال الناس يجيو عنده، الزبائن تيجيو عنده تعطيهم الماكله، ولا تقدر توجد الماكله وتيصيفطها للناس اللي عندهم. هنا تنهضروا على العمليات. ولكن الا بغيتي دير مشروع مثلا على المطبخ ديالك، هو كمثال انت خدام تتوجد غير الغدا، من بعد غادي دير واحد المشروع باش تولي المطبخ ديالك ولا المطبخ هو هذاك باللغه العربيه تولي توجد حتى العشاء وتولي توجد حتى الفطور. يعني درتي توسيع، تقدر تكون غيرتي حتى البروسيس ديالك باش يولي عندك القدره انك تنتج وجبات مختلفه، وجبات الفطور، وجبات الغداء، وجبات العشاء. بمجرد ما تنهي المشروع وتولي انك قادر تنتج لنا الغداء، الفطور والغداء والعشاء، ما تتبقاش داخل في المشروع وتدخل في العمليات. العمليات تقاد الفطور، تقاد العشاء، تقاد الغداء، تقاد العشاء. هنا تنظن ان الامور اتضحت بهذه الامثله، وليتو تفرقوا ما بين ما هو عمليات وما هو مشروع. وانتم واش ديجا كنتوا عارفين هذا الفرق ولا ما كنتوش عارفين هذا الفرق؟ تبعوا معايا اكثر باش نزيدو نعرفوا. حنا ما غاديش ندخلوا في التفاصيل ديال العمليات لانها علم بوحدو، علم كبير، ولكن غادي نكملوا في المشاريع ونهضروا على المسؤولين المشاريع كيفاش غادي يكونوا، شنو المهارات اللي خصهم يكونوا عندهم، وشنو هما المجالات اللي خصهم يضبطوهم باش ينجحوا المشروع ديالهم.